لو كان في الزيطة كلام طالع اسمع دي الكرة في الشارع، رافض تحليلنا وهتمانع، طب شوف الكرة في الشارع. لو كنت جاي تفتي وخالع اثبت دي الكرة في الشارع، ده كلامنا جديد فعل مضارع، طول عمر الكرة في الشارع. الكرة في الشارع مع أحمد المصري ومحمد عبد النبي. مساء الفل ومساء الخير على كل محبينا ومتابعينا وحلقه جديده من برنامجكم كرة في الشارع. قبل اي حاجه احنا عايزين انك على طول دلوقتي حالا تنزل تدوس سبسكرايب ولايك وتعمل شير للحلقه ديت من داخل جلوري مول. النهارده يمكن حلقه مختلفه شويه، معانا نجم مختلف، معانا طبعا لاعب نادي طنطا والنادي الاسماعيلي السابق كابتن سعد حسني. بنرحب بيك على شاشه كرة في الشارع من داخل جلوري مول وبنقول لك وحشتنا وكل سنه وانت طيب، رمضان على الابواب. طيب يا محمد، ربنا يخليك، وبرحب بالساده المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه حلوه كده الناس تتبسط بيها يعني. الناس عايزه تعرف نجم نادي الاسماعيلي ايه فين؟ ايه اللي حصل؟ ايه الدنيا فجأة اختفى من طنطا الاسماعيلي نرجع تاني منتخب السويس وفجأة خلاص؟ لا، هي مشكله الاسماعيلي دي اثرت فيا جامد جدا، ان انا اتحطيت في الانتظار 6 شهور. فرحت طنطا، طبعا الفريق نزلنا درجه تانية، ورحت منتخب السويس ما قدرتش اكمل درجه ثانيه بصراحه، الاجواء صعبه جدا في الدرجه الثانيه في مصر. فاتجهت للعمل خاص، عندي شركتي شركه ريل استيت، وداخل فيها جزء تسويق رياضي ان شاء الله. بادئ بقى حاجه كويسه، وبشتغل على شغل بروفيشنال شويه، مش سمسار زي ما هنا في مصر. ايجنت ووكلاء بطريقه احترافيه شويه. بطريقه احترافيه، وشركه تسويق، بعيد عن ان انا سمسار والكلام ده ما بحبش اقولها. اهم حاجه اللعيب يبقى واثق في الايجنت بتاعه، وهو اللي بيعمل له كل حاجه. غير هنا في مصر يعني في ناس معينه بس اللي موجوده بتعمل الحاجات دي، وربنا يكرمني وابقى اهم حاجه ابقى سبورت للعيبه يعني. ايه رايك في الاحتفاليه بتاعت قرعه كاس الامم الافريقيه واستضافه مصر لكاس الامم الافريقيه في التوقيت ده بالذات، وحظوظ مصر شايفها ازاي؟ لا، هي حاجه كويسه جدا ان انت تستضيف افريقيا في ظل الاجواء اللي احنا عايشينها في مصر. الناس بدات مبسوطه والحياه كويسه بالنسبه لمصر، غير الفتره اللي فاتت ان كان في مشاكل. فالاستقرار ان انت بقى عندك كاس افريقيه بتستضيفها، دي حاجه كويسه جدا، بتنشط السياحه، بتديك فرصه اكبر ان انت تاخد البطوله، خصوصا ان احنا عندنا فريق قوي جدا الحمد لله، والمحترفين غير زمان. دلوقتي بقى عندنا عدد كبير من المحترفين وعايزين يعملوا حاجه لمصر. شايف صلاح دلوقتي وتألقه وتوهجه في الدوري الانجليزي 2 على التوالي، ويمكن الريال دلوقتي بيتكلم واليوفي بيتكلم، شايف ده ازاي بالنسبه لك كلاعب مصري وفي يوم من الايام انت قابلته وهو بيلعب في المقاولين؟ لا، هي صلاح حاجه خاصه بالنسبه للمصريين، وحاله خاصه الناس بتحبها قوي، واتمنى الناس كلها تبقى عندها طموح زي محمد صلاح. يعني صلاح وهو صغير كان في بدايته كان في مشاكل، وكان في المقاولين كانت في لعيبه يعني واخده صيت عنه في فرقته، بس هو اجتهد وحط هدف قدامه ووصل له. احنا وعندنا محمد النني، عندنا حجازي، عندنا المحمدي، عندنا تريزيجيه، عندنا ورده، عندنا كل الناس اللي هي واخده طريق الاحتراف. انا بحب اللعيب يبقى واخد طريق احتراف. تفكيري بره مش تفكيري في مصر. طيب معلش هحرجك شويه، انا عارف ان في مشكله اخيره كانت مع اتحاد الكوره ومبلغ. شايف منظومه اتحاد الكوره في مصر عامله ازاي في ظل مثلا نقدر نقول ايه جمعيه اللاعبين المحترفين وغيره؟ مش عارف تاخد حقك ليه؟ انا بقالي سنه ونص، اكتر من سنه ونص، ان انا عامل شكوى في اتحاد الكوره، واتحكم لي بفلوسي اللي ليا، واتحكم لي الاسماعيلي عمل تظلم، ورجعت اتحكم لي تاني بالتظلم، واتفاوضت مع النادي الاسماعيلي وعرضت ان انا اتنازل كمان عن الفلوس اللي اتحاد الكوره حاكمها ليا، وبرده ولا حياه لمن تنادي، محدش رد عليا. طب هنرجع نقول اشمعنى في لعيبه الموضوع بتاعها بيخلص بسرعه واسرع ما يمكن وياخد مستحقاتها، وفي لعيبه لسه ثانيه ما بتاخدش اي مستحقات ليه؟ لا، مفيش لعيب في مصر بياخد مستحقاته بسرعه، يعني اقل حاجه بتاخد سنه سنتين في اتحاد الكوره وفي الاخر بيجيب لك. انا نفسي بس اتحاد الكوره يبقى فيه فلوس من ضمن فلوس الانديه. انا ساعد مثلا سين من الناس اتحكم له ب 10 قروش، لا، اتحاد الكوره يدفع ال 10 قروش طالما بقى حكم نهائي، وياخد من النادي، يخصم من المستحقات بتاعه النادي. يا ريت تبقى كده. احنا واقف معانا كابتن مجدي عبد الغني بصراحه في جمعيه اللاعبين المحترفين،
بطريقه كويسه وبيضغط معانا ان احنا طالما اللعيبه اصلا اهم حاجه في منظومه الكوره في العالم لعيب الكوره، الا هنا في مصر لعيب الكوره هو اخر حاجه، اهم حاجه النادي. فدي مشكله، يا ريت بس الكابتن مجدي يدوس فيها شويه معانا، وانا عارف ان هو واقف في ظهرنا على طول، وبتمنى له يا رب التوفيق ان شاء الله. شايف الدوري ازاي في ظل وجود بيراميدز والمنافسه القويه ما بين بيراميدز والاهلي والزمالك؟ الدوري اهلي وزمالك. انت طلعت بره الدوري الحسبان. اهلي او زمالك. ده فرقه قويه بمحترفين بضخ اموال بسيستم باداره، قصه ثانيه خالص. ويمكن دلوقتي اديك شايف يعني البيراميدز غلب الاهلي في ذهاب وايه. في فرق في ماتشين بالنسبه لبيراميدز زياده عن الاهلي والزمالك، وانا وجهه نظري من الاول الاهلي والزمالك هم هياخدوا الدوري من يناير. الكلام ده قلته، اهلي وزمالك. بيراميدز بتنافس بظل الامكانيات اللي موجوده، ويعني امكانيات رهيبه ماديا. الاهلي والزمالك هم اول وثاني الدوري. بما انك ابن من ابناء الاسماعيليه، الاسماعيلي بقى فين؟ الاسماعيلي مشكلته ان هو عمل فرقه كويسه قوي السنه اللي فاتت، وكان معاه مدرب كويس قوي وبننافس على الدوري واول دوري، وفجاه المشكله تحصل مع دي صبر المدير الفني، لا بالسلامه. فدي بدايه الانهيار. تاني حاجه انت بعت ابراهيم حسن وبعت عواد وبعت بهاء مجدي ودييجو كالدرون، الهيكل الاساسي للفرقه. مشيت الناس مع احترامي الناس اللي موجوده دلوقتي لسه صغيره، لعيبه كويسه، بس لسه قدامهم سنه سنتين على ما ياخدوا خبره البطوله تاني زي ما كانت موجوده السنه اللي فاتت واللي قبلها. طيب يعني انا قبل ما انهي معاك، انا عايز اقول ان في مفاجاه احنا عاملينها من خلال برنامج كوره في الشارع ومع شركه كابتن سعد في رمضان. باذن الله في حاجه حلوه جدا هنعملها داخل جلوري مول، هتبقى زي خيمه رمضانيه داخل جلوري مول، هيبقى فيها دوره بلاي ستيشن للاعيبه كوره حبايبنا كتير هيكونوا موجودين، وكمان في كتير قوي من الفانز هيقدروا يشاركوا معانا بجوائز وبحاجه تانية كتير. وطبعا انت وعدتني بحاجه شبه كده ان احنا هنعمل مفاجاه كبيره في جلوري مول في رمضان. انا شركه ماركه ماسكين المول هنا، وان شاء الله بوعدكم ان في حاجه كويسه لكل الناس اللي معانا، وفي لعيبه كوره هيكونوا موجودين هنا وبيلعبوا بلاي ستيشن، دوره رمضانيه كده بلاي ستيشن حلوه ظريفه. والناس الجست اللي موجود هيبقى بينه وبين المنافسه كده بينه وبين لعيبه الكوره. طيب يعني انا يعني عايز اقول لك ان باذن الله بنتمنى لك التوفيق في كل اللي جاي. نتمنى لشركتك ومن انك تبقى ايجنت عالمي كده وتطلع لنا ناس كتير قوي ولاعيبه كتير قوي بره. يا رب ان شاء الله. وكنا سعداء جدا بكره في الشارع، وباذن الله انتظرونا في رمضان قريب جدا في جلوري مول مع كابتن سعد حسني، ومفاجاه كبيره لكل الناس. ويعني اخر الختام بنقول لك احنا اتشرفنا بيك، ويا رب نكون احنا كنا ضيوف خفاف عليك، وباذن الله نتقابل في حاجات قريبه جدا باذن الله. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن. شكرا يا كابتن. ده كان اخر لقاء معانا النهارده، وباذن الله رب العالمين نلقاكم في حلقات تانية كتير ونجوم تانية كتير وكوره في الشارع. يلا سلام. منتخب مصر هيعمل ايه في كاس الامم اللي جايه؟ كاس الامم اللي جايه، لا ان شاء الله ممكن ياخدوا او يصعد لدور حلو، بس ممكن ياخدوا مع المدرب الجديد ومع صلاح ومع اللعيبه ومع الناس اللي موجوده يعني. نخسر طبعا. ليه كده؟ انت ضح، انت ازاي و60 ازاي كمان؟ منتخب بس ان شاء الله يجيب لنا الكاس وهو جاي. لا احنا يعني انا شايف من وجهه نظري ان المنتخب ان شاء الله حظوظه كويسه جدا. الفريق محتاج يركز كويس، البطوله على ارضنا، البطوله المفروض تبقى المره دي ما تخرجش من مصر، وان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب ولكل اللعيبه. محمد رمضان مدعي في ان هو يغني في افتتاح حفل كاس الامم الافريقيه، ايه رايك؟ لا. طب لا ليه؟ مش عارفه، بس لا مش حاسه ان هو ده الشخص المناسب ان هو يغني. لا، في اشخاص تانية ممكن تغني يعني مناسبين اكتر منه بالنسبه لي. يعني انا مش من الناس برضو اللي بيأيدوا قوي محمد رمضان او النوع الفن اللي بيقدمه، مش هو ده اللي انا ببقى بميل ليه يعني، فمش بالنسبه لي مش المناسب يعني. مش بتحبيه يعني؟ مش بكرهه يعني، بس مش هو الفن اللي بيقدمه. انا ما بتعاملش معاه بصفه شخصيه، بس الفن اللي بيقدمه انا مش بحبه بس. ده انت معلم يا دوب بتتكلم وانا واقف، ده انت تمسك الشيشه بقى. يلا تمام بيس يلا. بس هيغني ايه يعني؟ ايه؟ مافيا 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 بيعمل كده في
رمضان الكبير بتاعه تمثيل، اغاني لا. كفايه الافلام بتاعته علمت الشباب حاجات مش تمام يعني. ممكن يغني عادي، يجرب ممكن. صوته جميل وعنده اغاني حلوه. صوته حلو وعنده اغاني جميله. يا مافيا بس مالناش في زي من جوايا نيه صافيه 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 بيضه بيضه 100 100 100 100 تن 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 مافيا تن 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 مافيا 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 تن 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 مافيا. بس كده حلو. الله يخرب بيوك. يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة.